السلام عليكم. جيت غير بغيت نقول لكم بانه نهايه الاسبوع دارت واحد العمليه امنيه في بالوما التابعه لعماله المحمديه. هذه العمليه هذه اللي نفذتها العناصر ديال الدرك الملكي في بالوما وباشراف من قائد المركز الترابي المعين حديثا، واللي همت تفكيك شبكه للدعاره الراقيه واللي حولت محلات اصطيافيه لمراقص ليليه للدعاره وكذلك ممارسه الشذوذ الجنسي. في التفاصيل ديال هذا الخبر قامت نفس العناصر الدركية بتفكيك شبكة للدعارة الراقية الأبطال ديالها من الميسورين القاطنين في أحياء راقية بمدينة الدار البيضاء، وذلك على إثر مداهمة نفس العناصر الدركية لمحلات اصطيافية عبارة عن كابانوات ليلة السبت الماضي بشاطئ زناتة ببلدية عين حرودة، واللي أسفرت عن توقيف 4 ديال الفتيات بعضهن مهاجرات و5 رجال من بينهم 2 من المثليين جنسيا، إضافة إلى مالك المحلات الاصطيافية واللي كيتعتبر رئيس الشبكة والمساعد ديالو كذلك وسيط في الدعارة، بالإضافة إلى حجز أزيد من 200 قنينة من الخمور بعضها من النوع الرفيع، وبالإضافة إلى حجز أزيد من 10 نارجيلات وكميات من مسحوق الكيف والحشيش و50 علبة من العوازل الطبية وسوائل من المراهم وكذلك الزيوت الخاص بتسهيل عمليات الممارسات الجنسية بين المثليين، وملابس داخلية شفافة للنساء وكذلك أقراص خاصة بالسعادة، بالإضافة إلى مسحوق الكوكايين. دائما في تفاصيل هذا الخبر كانت بعض هذه المحلات تم التحويل ديالها او حولوها لافراد ديال الشبكه الى ما يشبه المراقص الاباحيه، وهذا ربما اللي خلى الاصداء تزيد، وبالتالي حتى العمل والممارسات ديالهم توصل للجهات الامنيه، وبالتالي يتم الاعتقال ديالهم. حسب المعلومات اللي عندي فكانت ربما الليله الواحده المصاريف ديالها كتقام على الشخص الواحد ربما ازيد من 5000 درهم. هذه 5000 درهم ربما فيها واجبات المبيت وكذلك مستلزمات السهره، هما كيتكلفوا لك بهذيك الامور كامله، وربما هذا الشيء اللي فعلا زاد وخلى واثار الانتباه ديال العناصر ديال الدرك الملكي، لانه الشبهه ديال هذا العمل وهذا السلوك اللي فعلا مشين خلاتهم انهم يتحركوا بسرعه، وبالتالي الاعتقال ديالهم والتحقيق معهم، وربما غادي يتم التقديم ديالهم اليوم الاثنين للعداله لتقول الكلمه في حقهم. كانت هذه تفاصيل العمليه الامنيه التي نفذت يوم السبت ليلا من طرف العناصر ديال الدرك الملكي ببالوما، وهذه تحيه لهم، وفعلا نشد على ايديهم، لانه المركز الترابي ديال بالوما فعلا هذه الايام الاخيره وربما تقريبا منذ شهر او شهر ونصف يعني شنو واحد التحركات اللي فعلا غير مسبوقه، واللي فعلا كتخلي حتى المجتمع المدني والساكنه ديال بالوما انها تستحسن هذا العمل وهذه التدخلات الامنيه، وكذلك الحملات الامنيه والسدود الامنيه والبراجات اللي كدار تما، لانه هي طريق ساحليه وطريق اللي ولات حاليا يعني الناس كيمشوا منها بزاف وفيها تحركات على اعلى مستوى. علاش؟ لانه بالوما تبدلات والشريط الساحلي تخدم يعني من حيث البنيه التحتيه، فبالتالي اصبحت وجهه وقبله للعديد من الناس، فبالتالي لا يمكن الا ان نشد على ايديهم ونتمنى لهم التوفيق، ونتلقاو في خبر اخر ان شاء الله وتفاصيل اخرى. لعلكم ومع السلامه.